ربما كانت هذه النقطة السوداء الوحيدة في شأن الجزائر إلى غاية هذه الساعة. للحديث أكثر يحضر معي هنا في الاستوديو دكتور علم الاجتماع عبد الحفيظ بكيس. أهلا بك أستاذ معنا عبر الشروق الإخبارية. نور الدين بكيس عفوا أعتذر. أول سؤال ربما يتعلق بثقافة التصفير عند بعض الجماهير الجزائرية وخاصة في ملاعب كرة القدم. تعبير عن ماذا هذا التصفير أستاذ؟ أولا مساء الخير لكل المشاهدين. نظن باللي الملعب مداير للتنفيس، ينفس على المكبوتات تاع الجماهير. نعم. هو خاص بالرياضة، بصح عادة هو فضاء للتسلية، فضاء للترفيه، وفضاء للتعبير عن المزاج. لأنه مثلا في الملاعب نشوفوا تعبير عن العدوانية، التهجم على الفرق، مثلا على النشيد الوطني أحيانا. تقريبا في كل ملاعب العالم الظاهرة هذه منتشرة، أنه كاين نوع من العقل الجمعي. هذاك العقل الجمعي يعتبر روحه راهو في حالة ترفيهية، في حالة ترفيهية يعبر عن المزاج تاعه. وبالتالي الظاهرة هذه تاع هذا النوع تاع الاحداث اللي تصرى في الملاعب عالميا هي ظاهره مشهوره، لانه هي مرتبطه بخصوصيه الجمهور الرياضي. الجمهور الرياضي هو مش جمهور مسؤول عاده، قال مسؤول، قال منظم في اطار، قال مؤسساتي. الجمهور الرياضي هو جمهور يحمل عاده، يكون جمهور شبابي عادة في المجتمعات اللي متخلفة، المجتمعات وين المجتمع فيه عدد شبابية كبيرة، ومربوط بنوع من التهور، مربوط بنوع من الانفعال. وبالتالي كل مجتمع كي نروحوا للتريبين تاعو يعكس ما هو موجود. مثلا تروح لبريطانيا تلقى له جوج موجود في التريبين، بصح جاي ينحي الضغط على الخدمة، صافي كي يصرخ باش ينحي الضغط على الخدمة. تروح للمجتمع اخر تلقى تعابير سياسية. تروح المجتمع هذا تقدر تلقى صراع ثقافي. تلقى انت دي زيكيب كيما برشلونه مثلا، حاجه كبيره، برشلونه من احسن الفرق في العالم. ومن بعد تلقاه في مرحله من المراحل يعبر على موقف سياسي تاع الانفصال، كاتالونيا. منا اوتوماتيكمون دائما كاين احيانا امور تستغرب منها. نعطيك مثال، برشلونه كي خسروا العام اللي فات في تشامبيونز ليغ والله باعوا التيكيات صحيح مع شتوتغارت. مش معقول شكون يتصور باللي برشلونه لي سيبورتور يقدروا يخسروا ليكيب تاعهم انهم باعوا التيكيات، لقاو لي تيكيات باعوا بزوبه غاليه. صافي ما تقدرش تتوقع دائما واش يقدر يصرى من الجمهور الرياضي، بصح دائما الجمهور الرياضي هو جمهور تقدر توقع منه كل شيء على خاطر ترفيهي ومزاجي، ويعتبر بلي انه غير مسؤول. من حقه كي يدخل لي تريبون يولي غير مسؤول لانه راهو في حاله تاع ترفيه. فيه ربما كذلك نقطة ربما عدم معرفة الجيل الحالي بربح ماجر. لما تكون عندك جيل ما يعرفش اللاعب او المدرب صح. ربما يسمح لنفسه انه يصفر صح. يعني هذه النقطة جاية من جهل ربما أستاذ. شوف هو عادة الفوتبولر كي يلعب بالون كي يكون متميز وش يولي نجم. كي يولي نجم يولي شخصية عمومية، وكي يولي شخصية عمومية الناس تولي تسائل المسار تاع حياته، ماشي غير كرويين برك. خاصة وين عندك كاين احيانا المجتمعات وين البالون يحمل اكثر من اللازم. حنا في الجزائر البالون واش فيه البطاطا، فيه الزيت، فيه السكر، فيه السياسة، فيه كل شيء البالون، فيه المشاكل العائلية، فيه كل شيء، على خاطرش الفضاءات الأخرى ما كانتش منظمة بطريقة جيدة، وبالتالي تستوعب الحاجيات. كي تستوعب الحاجيات تاع القطاعات الأخرى، كي اللي يروح للبالون يسحق البالون غير في البالون، هذا الترفيه. دوك الجيل الجديد هذا الشاب اللي جا ما يعرفش بالون ماجر الجوال، يعرف ماجر اللي تحكي عليه المدرب. لا ماشي ميم با المدرب، يعرف ماجر تاع لا بيريود تقدير ما بعد الحراك، معناتها محاكمات، معناتها وقوف مع العصابه. هذه الصوره النمطيه اللي مشات في ماجر هي اللي لحقت لا جينيراسيون جديده. لانه الاخرين عاده دائما الحكم يكون مربوط بالشهور الاخرين، بالسنوات الاخيره. السنوات الاخيره واش كانت في الثقافه تاع الجزائريين كان المزاج الشعبي هو المتابعات القضائيه، هو المتابعات تاع الفساد، هو الحديث على العصابه، على الجزائر الجديده، على كل شيء، العهده الخامسه. وبعد واش ولا النقاش خدا طابع بزاف سياسي، من في الرياضي خدا ولا شكون كان يساند الرابعه والخامسه والعهودات. تم اسم ماجر ترسخ عند الجدد، بقى شكون يعرف ماجر القديم؟ هما لا جيناسيون القديمه، ولا جيناسيون القديمه ماشي تصفر في استاد، وماشي هي تجي تشوف وما تحضرش بقوه في الملاعب. ما تحضرش اصلا، لانه مجتمع شبابي واستاد في الجزائر معروف بالكلام فاحش، معروف للاسف معروف من بكري بالكلام فاحش والعدوانيه، واحيانا صراعات بين الفرق وامور. صافي يخلي الكبير يحجم،
قليل باش الانسان يتقدم. هذه مره شفناها صفحه جديده، شفنا عائلات، شفنا شغل نوع من مزيج تاع فرح على اساس وكانه رانا في احتفال. بصح طبيعه الملعب في الجزائر، الجمهور الملعب شويه عدواني وشويه انفعالي. حتى يمكن مواقع التواصل الاجتماعي زادت من هذا الحده ضد بعض الشخصيات استاذ. اكيد لانه دائما يلتقطوا اخر وصره. وما ننساوش باللي الجزائريين تفاعلوا بعاطفه شديده هيجان بالماضي من معبودة، شغل تعاطفوا مع النجاح تاع بالماضي وتلموا عندهم بزاف ما شافوش نجاح، حبوا يشدوا فيه. وبعد ما كي بالماضي خسر والانتكاسه تاع كاس افريقيا وعدم تاهل كاس العالم، قعدوا مازالوا محافظين على النجم بالماضي على اساس انه شفنا كي وراو التصويرات تاعو الهتافات والمزيج تما صالح بالماضي، وكانه كاين نوع من في التعاطف، الراديكاليه في التعاطف. اوتروتون اللي انتقد بالماضي، اللي قلل من الانجاز قلل يعني كاع يولي متهم وكانه خائن لانه شوف شعوب كاين شعوب عاطفيه. الجزائريين بعد ما مروا بمراحل ولاو شغل بزاف عاطفيين، ما يتعاملش معك بعقلانيه. وسورتو جمهور الملاعب سما سيبير، جمهور الملاعب يقول لك باللي انا نحوس نخرج المزاج تاعي، نعبر مزاجي، مانيش في الجامعه ومانيش في باقي الدراسه، يعني غير مؤطر. جمهور الملاعب ما يقبلش فكره يسحق الحريه تاعو. بل الحريه مبنيه على عناوين كبيره، شكون كان مع الحوده الخامسه، شكون جاز على الفساد، وبعد يبدا يدير مقارنات، يدير مقارنات ومن بعد يخرجوا الاحكام الاخلاقيه. كي يخرجوا ما تقدرش تنحي الصوره. لو عندك تشنج داخل الملعب، هذه يصفروا عليه، هذه يصفقوا له. ومن بعد في الشعارات تلقى شعارات تري. كاين مثلا الجمهور تاع الملاعب يخرج في الاستاد واش يحاول يخرج لك واحد 10 شعارات 20 شعار، الجمهور يشد واحد برك يقعد يدري يخير. الناس يتردد، جماعات يتردد الشعارات، والناس الغاشي لاماس راه يتسمع ومن بعد طب هذا مليح يشدوا هذا ويقدر يعيش 20 سنه 30 سنه. شعار فيه ربما اعتقد نقطه مهمه نلاحظها دائما لما نكونوا في الملاعب واماكن التجمهر بشكل عام، لما مجموعه من الاشخاص في ملعب معين تقوم بالتصفير البقيه يتبع، ولو العكس يحصل، لو هذه المجموعه تصفق على شخص معين، على مدرب، على لاعب، بقية الجمهور يتفاعل بنفس الريتم. إلى ماذا راجع هذه المتابعة لدى بقية الجمهور الحاضر؟ شوف هو عادة الإنسان كي يدخل الاستاد يدخل باش يناصر، ومن بعد باش يردد، معناتها هذا قرار خلاص اتفقنا عليه. اتصور انت نديروا نقلوا الصورة هذه ندوها للمارشي، قال أنا ماشي راح نقدروا البطاطا، لقينا 5 يبيعوا البطاطا وواحد دايرين عليه الغاشي بزاف، اوتوماتيكمون بلا ما تشعر تلقى روحك بلي راح تشري عند اللي عنده الغاشي. علاش؟ لانه ما تثقش في الخيار تاعك. كي ما تثقش في الخيار تاعك واش دير؟ تقلد، تشوف الخيار الاسلم. الخيار الاسلم مربوط بالجماعه، معناتها ليه بادر الجماعه، كانه قرار جماعي. ايوه تتخبى كي تشك في القرار تاعك والله في انك القدره على اتخاذ القرار، واش دير؟ تتخبى من قرارات الاخرين. يتبع الجمهور، يتبع هذه العدوى. وعاده في الملاعب ولا غيره كي يكونوا الناس يتلموا الوعي الجمعي ينقص، يكبر الجوع الجمعي والذات تنقص، يولي الانسان ما يقدرش يعبر على الذات تاعو، تقعد غير تنقص الذات ويش يعوضوا الوعي الجمعي، العقل الجمعي يولي يحكم. معناتها يقدر مام واحد انسان عاقل يولي يضطر يولي يقول كلام قبيح وكلام فاحش، اخش الجمهور قال كلام غلط لانه السياق يتغير، ربما ليثبت وجوده داخل تلك المجموعه. لا التماثل، يولي يحوس على التماثل باش ما يبانش غريب، باش ما يبانش بلي ما يشباش، لانه الناس تخاف فكره انه يبان غريب، خاف انه يبان شاد. كي يكون شاد راح يعاقبك، بعد يبداو يشكوا فيك وممكن اشياء صافي. مع الاخر ما اسهل التماثل، يولي شكون الاكتور اللي بادر. وكي تكون جماعه على هذه تلقى انتم تعرفوا تاع لي ستاد ومنها كاين جماعه اللي يديروا تاع الغناء اللي تيفو واسمو عيطوا لهم الالتراس. نعم الالتراس هما مجموعه المناصرين، هما نخبه تاع الجماهير، هما يقودوا الجمهور، هما يحدوا، هما يسيروا العقل الجمعي تاع الجمهور. خاطر عندهم مهارات وعندهم قدرات، منها فكره انه ما يخافش يبدا هو الاول، انه ما يخافش انه تيستي صافي اوتوماتيكمون. ديما كاين فئه، هذيك الفئه تبدا الاولى، معناتها المزاج تاعها مربوط. من في كل شيء كاين ديزاكتور، في السياسه، في الاعلام، في كل حاجه كاين ناس قاده الراي يفهموا قبل الاخرين،
ومن بعد يحدوه، انت تشوف خطاب ندار من بعد الخطاب تاع الفيسبوك تشوف طب لا ميم شوز. ومن بعد كي يروحوا ناس كي يروحوا الناس شبكه التواصل الاجتماعي راحوا ناس بداو يقولوا كيفاش تقطعوا في ماجر كيفاش، ومن بعد فيسبوك كاع عيب عليكم تحطوها دوك يخرجوا تضامنيه كبيره ولو كان يخرجوا واحد يقولوا لا ما غلطوش ويعاود تنعكس بالتحديد على المشاهده، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه.